بنت وفي نفس الوقت صور على باب الثلاجة لعائلة محمود زي ما انتم شايفين. لو سمحتي يلا خلاص. بدي اتمكن اعطيهم لعائلة محمود بعد ما نعرف وين مصيرهم. طبعا هذه ذكريات ال 48 اللي كانوا يحملوا اوراقهم ويطلعوا، بس انا مش حامل اوراق. طبعا البلديه للكل يعلم البلديه لازم تعطي مجال انه ياخذوا اوراقهم ياخذوا اغراضهم الناس، ولكن هناك قانون ممنوع هذا العرض. إذا في مجال تعملوا هالكيسين هذول كيسين أواعي برضه للعائلة. كيس معاه نوصل لهم إياهم إذا سمحتوا. أواعي أغراض الناس راح تروح ثلاثة بس أشوف وين مصيرهم. وشنطة بنته زي ما انتم شايفين. من المطور ده اذا سمحت. ابو الانس خلص ابو الانس ثواني نقدر نحملهم يعني ما بتضايق هيك. ابو الانس ايش حامل؟ حامل ذكريات 48 الناشط المقدسي محمد ابو الحمص يحدثنا عما جرى مع عائلة صالحية. نعم زي ما انتم شايفين لازم يجلس هذه الجلسة على بيته المهدوم اللي هي عائلة الصالحية نفسه محمود او مرته واولاده، ولكن تم اعتقالهم وابعادهم. زي ما انتم شايفين جالسين على ركام بيته اللي زي الزلزال انضرب. وشوفوا الكتب، شوفوا المكتبة، شوفوا اواعيهم، شوفوا الدمار، شوفوا ذكرياتهم، صورهم. لازم هناك تحرك من اجل ايقاف عن جهه الاحتلال باتجاه اهالي القدس بشكل عام لعدم تهويد القدس. مأساة بناشد جميع مؤسسات حقوق الانسان التدخل بالعالم من اجل الحفاظ على ما تبقى فلسطيني مقدسي بالقدس.